السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا. يا رب تكونوا بخير. يا ريت لايك وشير وتعليق في آخر الحلقة. لو في أي استفسار ليا أو لدكتورة هبة فاروق، دكتورة بالبحث العلمي والبايوتكنولوجي، وإن هي هتفيدنا النهاردة بحلقة مثمرة إن شاء الله، وهتعرفنا إزاي هي بتعمل في مجال البحث العلمي وفي نفس الوقت بتعمل في علم إدارة السلوك الإنساني وكيفية تفكيره إن هو إزاي يدير حياته. تابعونا وإن شاء الله تستفيدوا من الحلقة وتستمتعوا كمان. أهلا بحضرتك دكتورة هبة، شرف لينا حضورك معانا النهاردة، وإن شاء الله يكون حلقة مفيدة لينا ولكل متابعينا إن شاء الله. اهلا بحضرتك يا استاذه غاده، انا اللي بتشرف بوجودي مع حضرتك وقناتك الجميله اتعلم مع غاده. ويا رب قناه حضرتك تكون مناره للعلم، ودايما يكون فيها كل ما هو مفيد ومؤثر، وان شاء الله يكون لقائنا مثمر ومفيد للجميع. ربنا يبارك فيك يا رب. حضرتك بتشتغلي في البحث العلمي مجال البايوتكنولوجي. انا عايزة اعرف يعني ايه، لو تدينا نبذة صغيرة عنه وتعرفينا يعني ايه بايوتكنولوجي. والله انا بشتغل، انا اسمي هبه محمد فاروق، طالبة دكتوراه في مرحلة إنهاء مرحلة الدكتوراه إن شاء الله، في مجال البايوتكنولوجي وعلم زراعة الأنسجة من كلية الزراعة جامعة اسكندرية. والله المجال مجال زراعة الأنسجة ومجال البايوتكنولوجي في عجالة سريعة هو مجال اللي يدخله يشعر فيه ويستشعر فيه عظمة الخالق، لأن البيوتكنولوجي وعلم الوراثة، يعني أنا تخصصي الدقيق في علم الوراثة. علم الوراثة بشكل عام بيتكلم وبيتعامل مع الخلية. قد إيه كل إنسان لما بيروح للبنية الأصلية بتاعته ويدركها ويستشعرها يشعر إن هو ولا حاجة. في علم البيوتكنولوجي وعلم الوراثة من العلوم اللي بتخلي اللي بيدرسها إن هو يشعر ويدرك عظمة الخالق. فحتة العلم الأنسجة، زراعة الأنسجة وعلم البيوتكنولوجيا وعلم الوراثة من العلوم اللي مفيدة لكل بني البشر كلها، لأن طبعا احنا بنستخدم تقنيات دي عبارة عن تقنيات بالذات كعلم البيوتكنولوجيا وعلم زراعة الأنسجة، هي من العلوم التقنية اللي بتساعد وتساهم في تطوير الزراعة بشكل عام على مستوى بقى، سواء في صفات المحاصيل، الصفات الشكلية، صفات المقاومة، الصفات الداخلية للمحصول النبات، أو الصفات الكمية، الصفات الوصفية، صفات الكم، سواء الكم أو الوصفية. ففي جميع الصفات، فالعلم ده بيساهم بقوة في تحسين المحصول وتحسين جودة المحصول، تحسين الجودة والكم، وطبعا بيساعد في الجزء الخاص بالاقتصاد بتاعنا، الاقتصاد المصري. فالحمد لله على الفترات الأخيرة، فهي الحمد لله بنسبة كبيرة الاهتمام الكبير على مستوى مصر ومستوى العالم في مجال البيوتكنولوجي. مجال البيوتكنولوجي بيشمل مجال البايو للجزء الخاص بالأشياء الحية، ومن تخصصي فهو الجزء الخاص بالنبات، والتكنولوجي أي استخدام التكنولوجيا والتقنيات العلمية الحديثة. ايه اللي يخلي حضرتك تتجهي من البحث العلمي الى اللايف كوتش، او ايه العلاقة بينهم، بين اللايف كوتش والبحث العلمي او البايوتكنولوجي؟ احنا في مجال البحث العلمي بشكل عام كشغل، يعني فبنواجه تحديات في حياتنا، تحديات يعني عشان مثلا شغل البحث العلمي ان هو بيدور على حلول لمشكلة معينة، فدي من ضمن التحديات، الضغوط اللي بنقابلها. فطبعا ممكن التجربة تنجح او تفشل او تاخد وقت ايا كان. في المراحل بتاعتنا احنا بنمر بضغوط ومراحل نفسية، فده استوقفني شوية ان احنا نعمل بوز كده، نوقف
ونشوف هو احنا ممكن نصلح ازاي. فكنا بدون وعي من غير ما ناخد بالنا احنا بنعمل كوتشنج لنفسنا علشان نوصل ان احنا نعدي بالتجربة لبر الامان. ففي علاقة جامدة ما بين شغل البحث العلمي، شغل الدراسات العليا، ومجال الكوتشنج. عشان نقول لايف كوتش، فاللايف كوتش هو اسمه مدرب حياتي، مدرب حياة. ولو اتكلمنا عن العلم بشكل أدق يعني، فعلم اللايف كوتشنج أو الكوتشنج هو علم أهميته إن هو يدربك على إزاي تواجه وإزاي تتعامل مع في ضغوط الحياة، إزاي تتعامل بطريقة كويسة وطريقة مريحة ومناسبة ليك، لأن طريقة مناسبة ليك أنت غير لما تكون طريقة مناسبة لغيرك، كل واحد وله طريقة. ببساطة شديدة علم الكوتشنج هو علم بيساعدك على ان انت تعرف ازاي تتعامل مع ضغوط الحياة بشكل افضل وشكل انسب، وفي نفس الوقت بيساعدك على ان انت تستخدم مهاراتك وتعرف قدراتك الحقيقية اللي انت مش واخد بالك منها. علم الكوتشنج هو علم بيساعدك على ان انت تعرف تتعامل في ظل تحديات الحياة، وتتعرف على ذاتك وتتعرف على قدراتك اللي ربنا خلقها لك، وتكتسب وازاي تقدر تكتسب مهارات تساعدك على اللي انت فيه دلوقتي. ده الكوتش، ده اللايف كوتش. واللايف كوتش هو شخص عنده القدرة على انه يقدر يساعد المستفيد، يعني ما بيبقاش مريض، بيبقى اسمه مستفيد. اللايف كوتش ازاي ممكن يفيد الناس، وازاي يعرف اذا كان محتاج يجي لحضرتك ولا لا؟ مين الشخص اللي ممكن يجيلي؟ لا، انا ممكن اللي عايز وشايف في نفسه ان هو محتاج يظبط حياته، او حاسس ان في لخبطة عنده. هو اي شخص حاسس بالمشاعر دي يقدر يجيلي. اي شخص شايف في نفسه ان هو يقدر يعمل حاجة او مش عارف يبدأ منين برضو يقدر يجيلي. اي شخص ايا كان بقى، واحدة ست او حد راجل، يعني داخل في مجالات عايز يرتب فيها افكاره الخاصة بالعمل يقدر يجيلي. الكوتشنج مجال واسع. اللايف كوتش اسمه لايف، يعني مدرب حياة. لكن في علم اسمه علم الكوتشنج، وده علم واسع. علم الكوتشنج زي المدرب في الملعب، زي الموجه، زي الشخص الموجه اللي هو المدرب اللي في الملعب. كل ما عليه ان هو بيعمل عملية توجيه للعيبة في الملعب، مش اكتر من كده. هل هو مسؤول على انجاح اللاعب؟ هل هو مسؤول على انجاح المباراة؟ لا. مين اللي يقدر ان هو ينجح المباراة؟ تكاتفهم مع بعض. لو اتكلمنا بقى بعلم علم الكوتشنج، وككوتش يساعد في ايه؟ فهو يساعد الشخص اللي عايز يتساعد، مش اي شخص كده يبقى في حالة اكتئاب او حالة مثلا خنقة وحد من عيلته يقول له تعالى هوديك لكوتش. لا، لازم هو اللي يدرك انه هو اللي محتاج بإرادته يروح لكوتش. اي حد محتاج يجي يتعامل مع كوتش يبقى عارف هو عايز ايه. ممكن يكون مش عارف هو عايز ايه، يجي يتناقش معاه ويعرف هو عايز يوصل لايه. احنا قلنا ان علم الكوتشنج هو علم واسع. ممكن علم الكوتشنج يفيد الشخص اللي عايز يدرب، يدخل في مجال العمل، عايز يعمل شركة قوية جدا وينفذ خطط معينة، فيروح للكوتش المتخصص في مجال العمل. في كوتشنج من علم الكوتشنج
كوتش تاني من تصنيفات الكوتشنج، علم كوتشنج يساعد في توجيه الطالب. يا ترى حضرتك بتعلميهم ازاي يديروا حياتهم ويستخدموا افكارهم صح، ولا حضرتك بتعلميهم برضو يبقوا لايف كوتش معتمد زي حضرتك كده وممكن ان هم يفيدوا غيرهم؟ مجال الكوتشنج مجال ممتع جدا، ممتع جدا جدا جدا، ومفيد جدا على مستوى التطوير والتدريب على النفس، على الذات. اي حد محتاج ان هو يروح يتعلم مجال الكوتشنج او علم الكوتشنج بتفاصيله، في اكتر من مكان بيعلم ازاي تكون كوتش، وكمان تختار المجال اللي انت حابه واللي انت لاقي نفسك فيه. في اكتر من مكان، وفي منهجيتين، منهجية اليو كي، ودي اللي انا بالفعل اخدتها مع دكتور عمرو اسماعيل هنا في اسكندرية، والحمد لله اخدت دبلومة مكثفة في مجال الكوتشنج وعلى منهجية معينة بفضل الله. الحمد لله انا اتميت دراستي في الكوتشنج. في منهجية تانية، منهجية تبع ICF، ودي موجودة في القاهرة، واللي حابب يدخل في أكتر من مجال، من المنهجيتين بيخدموا على كيفية التعامل مع الإنسان ومع فكرة مع فكر الإنسان بالفكرة والمشاعر والورقة والقلم. المنهجية بتعتمد على الكتابة وعلى استخراج مشاعرك اللي جوه، وعلى ان انت تتعرف على ذاتك. وايه الفرق بين اللايف كوتش والمعالج النفسي والطبيب النفسي؟